اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم، فيستحب الاغتسال والتنظف والتطيب. وأما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. فالمتمتع ينوي الحج بقلبه، يحرم بالحج وينوي الحج بقلبه، يقول لبيك اللهم حجا. فإن كان خائفا من عائق من إتمام حجه يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كذلك يستحب له التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية. كذلك يستحب له أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرا، فلا فرق بين أهل مكة وغيرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، فإذا صلى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار من منى إلى عرفات ملبيا مكبرا، لقول أنس رضي الله عنه كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فإذا وصل الحاج إلى عرفات استحب له أن ينزل في نمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فلا حرج عليه. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها الأحكام المتعلقة بالحج وغير ذلك. ومن لم يصلي مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا في وقت الصلاة الأولى، ثم ينزل إلى الموقف بعرفات إن لم يكن بها، وعليه أن يتأكد من حدودها. كذلك يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله ودعائه والتضرع إليه. فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار والإكثار من التلبية. كذلك لا يفوت الوقوف بعرفات إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفات فقد فاته الحج. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.